كل سنة وكلكم طيبين، سنة سعيدة جديدة وجميلة على الناس كلها. أنا حبيت في الفيديو ده أشارككم بقى بتجهيزاتي للسنة الجديدة والديكوريشن والزينة وحواراتي بقى مع البنات والهدايا بتاعتهم، فخليكم معايا بقى عشان نشوف هنعمل ايه في البيت. بدأت بقى بالشوبينج، اجيب الحاجات اللي ناقصاني من حاجات للكريسماس والديكوريشن للسنة الجديدة وهدايا برضو للبنات عشان احطها تحت الشجرة. المهم نقيت شوية حاجات كده وبدأت ان انا احطها. السفرة عندي كانت فيها رانر زي كده، فاشتريت لها بقى زي مفرش للسفرة كده، كنت استعملته برضو في اسبوع بنتي، احط لكم الفيديو فوق. والورد برضو ده بدلته بورد تاني يكون لونه احمر عشان يناسب بقى جو الشتاء اللي احنا فيه ده. دي شوية بقى كوكيز عجينة السكر، شكلها كان حلو قوي وكيوت، وبجد تنفع بالذات لو عندكم اولاد صغيرة كده ان انتوا ترتبوها على السفرة عندكم. وكان عندي صينية الكريسماس دي او الشجرة بتاعت الكريسماس برضو زينت فيها وحطيت عليها الكوكيز دي عشان لما البنات تيجي بقى افاجئهم بيها. عايزه اقول لكم ان انا ليا حوالي اسبوعين كده بمهد البنات قصه سانتا والكريسماس والسنه الجديده بالستوري دي، واقراها لهم كل يوم عشان وقت ما يطلعوا من الحضانه بقى يتفاجئوا بالكل الديكوريشنز دي ويكونوا فاهمينها يعني وعارفين الهدايا وكده. فين سانتا؟ استني كده، فين سانتا جوجو؟ فين سانتا؟ برافو، ده سانتا. المهم يلا نكمل بقى استعدادات راس السنة عشان قبل ما يجوا من الحضانة يتفاجئوا بكل الكلام ده. حطيت البتاع دي على الباب، شكلها كان حلو قوي ومبهج، وبرضو البيانو حبيت ان انا ازوقه بحاجات الكريسماس، فحطيت الرنر ده عليه سانتا كده والشجرة الصغيرة دي. الاتنين بقى دول بجد مبهجين قوي، حبيت احطهم في مكان ظاهر فعلقتهم في السبوت لايت بتاعه التلفزيون كده، وحسيت برضو ان التي في محتاج يتظبط كده وتحط له حاجه، حطيت له الشجر ده. وكان عندي الجرس الكبير ده حبيت احطه في مكان ظاهر فعلقته كده على الساعه اللي في الكورنر فادت شكل حلو. وطبعا السانتا اللي جوه الكريستال دي اللي هي فيها تلج كانت اختيار تحفه، لازم احطه جنب التلفزيون عشان يكون في مكان باين قوي. وبعد كده حبيت هما يساعدوني في الشجر عشان تبقى بصراحة ميموري جميلة قوي لينا وليهم بعد كده لما يكبروا. وزي ما انتم شايفين كده يعني مش محتاجة اتكلم، حدث ولا حرج، يعني شوية ندم بس بصراحة الموضوع يستاهل. جينا بقى لفقرة الهدايا، اخترت لهم هدية صيادين السمك دي، هما بيحبوها جدا وبيعشقوا اي لعبة فيها مية. المهم بدأت ان انا اغلفها بقى بورق هدايا كده لونه احمر واظبطها لهم بحيث تكون شكلها حلوة قوي وتشير فل ليهم عشان لما نحطها تحت الشجرة. على قد ما انا تعبت على قد ما تعبي كله هان لما شفت لحظة بقى ما هما طالعين من الحضانة وبيتفاجئوا بهداياهم.
اخر حاجه حبيت اشارك بيها، انا حبيت اجهز انا كمان واظبط ضوافري كده للنيو يير. المهم يعني فبديت اعملها بالاسيتون كلها واظبط بقى شكلها شكل مربع، ده اكتر شكل بحبه بالمبرد. وبعد ما خلصتها كلها بدات بقى البيس كوت بتاعي. بعد كده حطيت الدرجة دي من يولو رقمها 219. الدرجة حلوة قوي، زي لون احمر كده داكن وفي جلاتر كده بتدي احساس الجل قوي. عملت كل ايديا ما عدا الصباع ده او الرينج فينجر، قررت اعمله بلون مختلف. اخترت لون يولو درجة 175، درجة سيلفر كده جلاتري جدا. قلت اعمله بلون مختلف مبهج كده، وقررت بقى ان انا احط على الدرجة دي، لازم تكون درجة فاتحة، ستيكر من ستيكرات اللي هو ماجنتا نيلز، النوع اللي انا استخدمت منه بيسكوت. وطبعا كنت جايبة الوان كتير واشكال كتير، فاخترت زي سانتا كده وقصقصتها وحطيتها في المية. بعد ما بحطها في المية بستنى عليها لغاية ما تتفك كده عن الورقة بتاعتها، وبطلعها واقوم حطاها على النيل او الضفر بتاعي. وبعد ما بحطه على النيل وبثبت شكله كويس قوي، اي زوايد فيها مش بشيلها، بحط عليها بس توب كوت وهي بتتظبط لوحدها على الضفر نفسه، ويبقى ده شكلها النهائي. حبيت انهي يومي بشويه ريلاكسيشن وادلع نفسي بمشروب كده سخن واتفرج على التلفزيون شويه، فحبيت اعمل شاي بالنعناع. بس كده، ودي كانت تحضيراتنا لراس السنه والكريسماس. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه عشان اي فيديو اعمله يكون عندكم.